سلام سلام، اهلا وسهلا في قناه كنزة كويزين. مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم حندير معكم كاطو اقتصادي ساهل وبنين وبزاف ما يشدش اليد واقتصادي من بربع ساعه وانتي درتيه. اذا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي اكبر عدد من اللايكات، واللي مشي مشتركه مرحبا بكم. اشتركوا وفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد. هنا بسم الله نبداو في الوصفه. هنا واش عندي نص كاس تاع سكر كلاص سكر ناعم. بالنسبه للكاس المستعمل في هذه الوصفه يرفد 220 ملل. نفسو نزيدو نضيفوه زيت، نص كاس زيت. لكن نصيحه البنات، هاد الحلوه غير ضاعفوا المقادير لاخاطش ماهيش حتقعد لكم الطراوه تاعها والبنه تاعها ماهيش حتقعد لكم في نهارها طير وتجي بزاف بنينه وخفيفه. نخلطوا بزاف مليح المكونات تاعنا. نزيدو هنا نضيفوا حبيبه بيض، نزيدو نديروا مغرف صغيره تاع لافاني، كيما نقدروا نديروا رشه الملح. اذا عندك زاز دو سيترون تقدري ديريه حيت يعطيوها ذوق بزاف بنين هاد الحلوه. هنا نزيدو نضيفوا نص كاس تاع لا مايزينا نشا. البنات دائما توجور ما تبدلوش الكاس تاعكم، كاس اللي تكملي به الوصفه بكملي به للاخر. بيان سور اذا ضعفتوا المقادير حتضعفوا كلش. هنا نديروا الكاس الاول تاع الفارينه. بيان سور الفارينه تاعكم تكونوا مصيرينها من قبل، ومغرف ممسوحه صغيره تاع خميره الكاطو. ونبداو نجمعوا الخليط تاعنا بلا ما نعجنوا، نطموا فقط بالاصابع. والكاس الثاني البنات تبداو تضيفوا فيه بالتدريج، ما تضيفوش دفعه واحده. هذه الحلوه لازم ما تيبسوها. شوفوا البنات شحال قعد لي 4 كاس تاع فرينه، الكاس الثاني قعد لي من 4 كاس. شوفوا الطراوات تاعها كيف راهي. هنا نجيبوا البلاط تاعنا ما ندهنوه ما نديروا له والو. هنا جبت هذا المول، تحبوا توزنوهم 30 غرام 25 يرجع لكم اختيارين. هنا درتهم حوالي 30 غرام. الوزن تاع الحبه الحلوه تاعي درتها في هذا المول. ها هو واش هذا الشكل اللي تحصلنا عليه. شوفوا كيف تجي ما شاء الله. وتوجور البنات الليمون تاعكم ديروه في الفارينه باش ما يلصق لكمش. خير ملي ديروا ساشي، الساشي مش حيخرج لكم مليح الديسه. هكا فقط ديروا الفارينه ساعه رمضوها في الفارينه وهذا الشكل النهائي. دوكا ندخلوها طيب على الفوغ نار متوسطه على 150 160 درجه. بعد ما تاخذ لا كولور بيان دوغي من تحت، من فوق نخلوها فقط تاخذ لا كولور كلير. المستحسن تخلوها بيضه طيب تنشف فقط. هذا ما كان. ها هي البنات شوفوا من تحت كيف خدت بيان لا كولور دوغي طابت لي مليح، ومن الفوق خليتها فقط نشفت. وهنا نجيبو شوكولا عادي بالحليب ما درت له حتى اضافات، ونبداو نجوزو على هذوك الخطوط بهذه الطريقه. حلوه سهله كيما تقدري تخليها هكا وديرها في الوسط برك فقط هذاك المعجون. انتي تحبي ديري معجون ولا شوكولا اترتيني يرجع لك اختياري. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا. جات شكل ومذاق بالبنه ما عندي ما نحكي لكم، جات بنينه 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 وخفيفه بزاف هايله. كيما قلت لكم اذا ناويين ديروا هذه الوصفه ما عليكم غير ضعفوا المقادير لاخاطش بنينه ومش حتقعد لكم. شوفوا البنات هنا كي نقسمها الصوره تعبر على نفسها. شوفوا كيف كي نقسمها معاكم، شوفوا كيف طريه.